مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن اللحمة بالبصل. بس قبل ما نشوف الطريقة والمقادير يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا بينا نبدأ الطريقة. معايا كيلو الا ربع من اللحمة، يا ريت تكون يا جماعة من السن او من الكتف عشان تبقى طرية كده. يفضل لو تكون ملبسة، بيبقى طعمها احلى بصراحة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا طاسة على النار، حطيت فيها معلقتين من السمنة ومعلقة من الزيت. في البداية هبدأ أنزل بالدهون اللي موجودة كده. كان عندي كام قطعة من الدهن كده، قلبتهم كويس مع السمنة لحد ما بقوا باللون دوت. وبعد كده نزلت باللحمة، بتدي طعم حلو قوي يا جماعة للحمة لما نشوح قطعة الدهن كده الأول. هنبدأ نقلب اللحمة كويس قوي لحد ما لونها يبدأ يتغير معانا. هنا كده تمام، بدأ لونها يتغير. هنزل بالتوابل. معايا فلفل أبيض، معايا فلفل أسود، بهارات لحمة، كزبرة، قرفة، ورق لورا. هقلب كل التوابل دي كده مع اللحمة وابدأ اشوحها معاها كويس. هنا كده خلاص بدأت تتحمر. انا عايزاها يا جماعة تتحمر بالشكل دوت، لان التحميرة دي بتديها طعم رهيب. عايزاها كده بالشكل دوت. هبدأ انزل بحوالي كوبايتين من المية المغلية. تمام. اغطي عليها بقى واسيبها بقى لعند ما تستوي 3/4 سوا، تكون بالشكل دوت. هبدأ انزل عليها ببصلتين كبار مقطعاهم يا جماعة، مش عاملاهم في الكبة، انا مقطعاهم على ايدي. عاملة منهم جوانح وعاملة منهم تقطيع عادي خالص بالسكينة، لاني انا مش عايزاه ناعم، عايزاه يكون بالشكل دوت كده. وهبدأ اشوح البصل مع اللحمة. هنزل بقى بمعلقة من الصلصة. هو ده سر اللون يا جماعة بتاع الطاجن، ده اللي بيديله اللون الرهيب اللي احنا بنشوفه دايما. معلقة الصلصة دي هشوحها كويس قوي مع اللحمه بالطريقه دي. هبدا انزل بقى بالملح. انا ما بحطش الملح في الاول عشان اللحمه ما تاخدش وقت في السوا. طبعا لازم انزل بقرن فلفل سبايسي، ده اختياري طبعا للي مش عايز ما يحطش. انا هنا سخنت الطاجن في الفرن قبل ما احط فيه اللحمه عشان اسمع الطشه دي بالذات. مش قادره اقول لكم بتقلب ريحه الدنيا بصراحه يعني. هنا كده خلاص جهزته. هغطيه بورق فويل وادخله الفرن. ما بياخدش وقت كتير هنا بقى خالص يا جماعه في الفرن، حوالي يعني نص ساعه كده او تلت ساعه. هنا كده خلاص بعد ما خرجت بقى. السر التاني بقى اللي بيقلب ريحه الطاجن بصراحه يعني، هي حته الفحمه دي. رهيبه يا جماعه، رهيبه رهيبه، بتخلي الطاجن في حته تانية بصراحه يعني. هغطي عليه بقى بسرعه علشان ريحه الفحم ما تروحش. هنا كده خلاص تمام. واسيبه بقى كده شويه ربع ساعه. هنا كده خلاص قدمت الطبق بالطريقه دي. حبيت بس اديكي فكره يعني تاكليها مع ايه او كده. ممكن تاكليها بعيش او تاكليها مع رز. وعملت معاها بطاطس. يا ريت بقى لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. باي.